لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي تبقى على تواصل مع كل ما هو جديد. منطقي، ما يمكنش ان واحد غادي يمشي وحده غادي تمشي دير حفله وتكون مساليه انها تبوستي في واحد الكونت كل نهار. مستحيل. الكونت كان كل ساعه تقدر تبوستا فيه حاجه. يعني المعلومات اللي كتدور هنا منطقيه بزاف. خوتها اللي كان عندها الكود وكانت كتدخل والسيمو كانت يدخل، هادشي اللي قالتو عايشه عياش قالت لهم، ولكن هي دنيا العقل المدبر. عقل مدبر يعني السيده كانت مشغوله وهادشي اللي كيدور. انا كنقول لك شنو تيتقال هنا، شنو تيتقال هنا، وراه تقالت في الاعلام. بعض الصحافه راه يخرجوا يكتبوا هادشي. يعني ما بقاش شي حاجه اللي سريه ولا شي حاجه، راه هادشي ولا معروف. يعني وحده مشغوله واخرى تدخل تما. دابا لا اعترفت، لا مشات يعني جا عليها الضغط اعترفت بخت. شوفي على حسب ما كيدور هنايا، هذيك الشيء اللي كيقولوا الاعلام مازال غير نقيطه من واحد الكاس كبير. كاينين جرائم بزاف، كاين الدعاره، كاين التوسط، كاين تصوير ناس كيجيبوهم للشقق يصوروهم ارباب المقاهي وياخذوا عليهم ادله ويوليو يتحكموا فيهم شكون يجيبوا شكون ما يجيبوش. وبغاو يشدوا السوق ديال الفنانين، هما يوليو يفرضوا شكون يخدموا شكون ما يخدموش. كاينين فنانات مغربيات ماتوا عندهم علاقه بهذا الموضوع هذا ديال الابتزاز. كاينين بزاف ديال الامور غادا تبان من المستقبل اكيد. هادشي انا اللي كيدور هنا تنسمعوا بودني، يعني مع شي حوايج باقيين غادي يبانوا في الاتساع. الفرقه الوطنيه راه دايره خدمتها في هذا الموضوع هذا وعندها ادله، غير هما ما تيخرجوهمش لان ادله خصها تبقى سريه. حتى المحاكمه عاد كتولي علنيه، البحث خصو يكون سري، هذا هو الموضوع. اما دنيا راه لا كان عليها الدليل ما غاديش يزقلوها، لان القضاء راه كل شيء، والقضيه راه ولات ما بين ناس كبار. يعني ما بقاتش القضيه ما معروفاش، راه ولا فيها الاعلام ولا كلشي كيتفضح. وتبارك الله عليهم القضاء ديال مراكش راه بين انه فعلا. لا علاش قلت لك مساله القضايا اللي غادي تولي اخرى، بحال مثلا غادي ترقى القضيه من جنحه تولي جنايه، كالجنايه الاتجار في البشر، جنايه التوسط في الاخر. بالنسبه لان كاينين بنات خارج المغرب مستعدين انهم يدخلوا للمغرب ويقدموا شكايات ضدها بحكم انها مشدوده على انها كانت القضيه فيها اتجار في البشر وتوسط وابتزاز وتصوير وبزاف د الحوايج. كاين ناس دابا يحاولوا انهم يقنعوهم باش يدخلوا يقدموا شكايات، لان الناس كتخاف من طلع نزل وخصهم يبقاو في المغرب وخصهم يستدعيوهم والتحقيق والاستماع اليهم. وهذه هذا هو اللي كيخليهم انهم ما يزعموش يمشيو يديروا هاد الشكايات هذه. ولكن كنظن ان المركز الوطني راه متابع القضيه وتيحاول انه يقنعهم بجميع الوسائل باش يدخلوا يديروا الشكايات، حيت هذوك هما اللي غيكونوا مطالبين بالحق المدني امام المحكمه باش يزيدوا يغرقوها اكثر ويزيدوا يكشفوا هاد الفضائح اللي كانت كتوقع وهاد المشاكل اللي كانت كتوقع بنات البلاد مساكن في خارج المغرب اللي كيتم استدراج. دابا المشكل اللي كاين واقع وما كايناش اتفاقيه ديال تبادل المتهمين، ما كايناش ما بيننا وبين امريكا. شنو غادي يديروا؟ غادي وهو 100% خاوي امريكا حاليا، كاينش في امريكا. ولكن خاص الفرقه الوطنيه، وانا تنظن ان الفرقه الوطنيه مجتهده في هذا الامر وتبارك الله عليهم ما شاء الله، عارفين شنو تيديروا. داروا واحد المذكره ديال البحث الدوليه عند الانتربول، وغادي يعتقلوا فين ما كان. لما كتوصل القضيه ما بين يد الانتربول تعتقلوا فين ما كان، ما كيبقاش حاجه لواحد اتفاقيه قضائيه. ما بين المغرب ودبي كاينه، ما بين الامارات العربيه والمغرب كاينه، داكشي علاش انهم جابوا عائشه. ولكن سيمو ما كايناش اتفاقيه، ولكن كاين الانتربول غادي يديروا مذكره بحث دوليه وغادي يعتقلوا، غادي يجيبوه حتى لعندهم. على الاقل لما اعتقلوش جابوا المغرب كيديو لامريكا، ومن امريكا تيطالبوا المغرب وتيردوا تيجيبوا المغرب. نتحداك تجيبي لي اي دليل كيثبت ان سيمو اعلامي. سيمو ماشي اعلامي، ما عنده حتى علاقه بالاعلام. مشى للخليج السيد، دبر على راسو تما الطرق هاوهاه، وخدا
يدبر على بطاقه. نتوما عارفين تما كلشي ما كاين حتى شي حاجه مستحيله، كلشي بالواسطه. ومشى كيقدم راسو. ما شفتش داك الفيديو اللي كان دار زعما راه كيستضيف نجمات ديال امريكا، راه كان متريكي والناس جبدوا الفيديو الاصلي وضحكوا عليه وشبعوا. يعني الحقيقه هي انه هو داك النفوذ ديالهم جابوه من ناس مختصين في الاختراقات وديال البنوك وديال داكشي الالكتروني. منهم راه نشرت عليه الصحافه، ربما شوف تيفي حتى هي راه كتنشرت في هذا الموضوع ديال ان واحد السيد كاين في البرازيل عنده معاه تواصل مباشر كيقوم باختراق البنوك والسرقه وهذه. هذاك هو اللي كان كيبقى يعاونهم في هذه الامور هذه، يساعدوهم تيديروا لهم تغطيه الكترونيه لهذا الشيء. هي الحقيقه. اما تقول لي اعلامي ولا ماشي اعلامي، كذوب، ماشي اعلامي. وانا نتحدى اي واحد يجيب لي المعهد. لما تم اعتقال عائشه هي عطات تصريحات، ورطات الدنيا، ورطات ابتسام، ورطات بن بشير، ولكن كان خاص دليل. كان خاص دليل اللي هو الخبره الإلكترونية اللي دارت على الهواتف النقالة. ولكن الدليل الأكبر كان عند صوفيا بحكم هي الصديقة المشتركة بيناتهم. فالفرقة الوطنية منين اعتقلت صوفيا عطات الهاتف ديالها، تم الحجز على الهاتف وتم استنطاقها. ونفس الأقوال اللي قالت عائشة هي اللي قالتها صوفيا. ما كانش هناك اختلاف تماما. وهذا الشيء ولا خلى القاضي تيقتنع أن ابتسام هي الضليعة في الأمر، وما يمكنش أنها تكون خارج الآخر. وغادي تبان حقائق أخرى في المستقبل، لأن الصندوق الأسود ديالهم هو اللي تم اعتقاله. وصافي الامور كتبان لي انها اصبحت واضحه للقضاء، والقضاء دابا راه صدقيني كلشي داكشي غير تمثيل في تمثيل. عايشين احلك ايامهم. عرفوا ان كلشي تشفى فيهم، عرفوا انهم تفضحوا امام الملأ، عرفوا ان كلشي ولا ما باغيهمش. داكشي ديال الانستغرام وسناب وداكشي كله غير تمثيل. اي واحد غادي يبقى عليه مشكل غيبقى يحيد عليه العين، غيبقى يبوستي في الانستغرام راسو ضاحك كياكل في المطعم حاضر العرس. اما الحقيقه هي ان الصوره تبرات. ونزيدك واحد القضيه، نمشيو بعيد. ملي كيكون فيك الجبروت والنرجسيه وتتبقى تحس براسك انك تبغي تبين راسك واعر، راه غير يوقع لك مشكل بحال هذا وتجرجر وتولي بزاز منك انكم غاديين لواحد المحكمه ولا لا. خاطر في حد ذاتها راه تهرسك وتخليك تشعر بالاحباط وتكره في حياتك وتولي ممنوع من السفر. شوف بزاف. لا الواحد ما يقولش انا بنادم سعيد، لا ماشي سعداء، بالعكس عايشين احلك ايامهم. وخصوصا دابا ملي مشات لهم وحده من الدار صافي يعني مشاو. بدات الامور كتبان ان كاينه علاقه وطيده بالامر. وبدا الجمهور المغربي راه ماشي مكلخ، الجمهور المغربي تبارك الله راه ذكي بزاف لواحد الدرجه اللي راهم كيحسوا قبل ما يفكروا، كيحسوا تيعرفوا ان هذا واش داير ولا ما دايرش. راه عارفين ان كاينه علاقه وعارفين ان هذا الشيء، ولكن كيبقى خاص داكشي يتاكد وداكشي ولا غادي يتاكد ان شاء الله في المستقبل. خصهم يتاكدوا ان داكشي فعلا كاينه علاقه وطيده. واخا الناس راه عاقوا، واخا راه السميه ضربات وطاحت وتجرجرات في الارض وما بقاش صراحه حتى شي واحد كيدير ولا بقى بنادم واخا يطلع للطوندونس راه غادي يطلع للطوندونس. غير راه فضيحه كطلع للطوندونس، راه الشوهه كطلع للطوندونس، فهمتي؟ الشوهه راه كطلع للطوندونس، ماشي اي حاجه طالعه للطوندونس راها زوينه. راه جات وحده دارت شي شوهه وداك المشاكل اللي كانوا كيوقعوا في البلاد كانوا كيطلعوا للطوندونس، يعني راه عادي يطلعوا للطوندونس. لا ما غاديش يطلقوها، مستحيل ما غاديش يطلقوها، لان العائشه وصوفيا بجوجهم متهمينها وغيديروا معها مقابله
باش غادي يتاكدوا اكثر. وكاينه الخبرات التقنيه اللي دارت على الهواتف حتى هي كتاكد انهم كاينين رسائل وكاينين سكرينات وكاينين صور وكاينين فيديوهات كيأكدوا ديك التهم اللي هما متابعين بها. وكاين تهم اخرى غادا تبان، كاين تهم اخرى لان القضيه غادي تقدر تولي تجاره في البشر لربما، لان كاينين يعني امور جديده غادي تبان بزاف. انا ما نقدرش صراحه نتوقعهم، ولكن انا تنقول لك اللي سمعت من الناس واللي واقع في تما. بالنسبه دنيا لحد الان ما كايناش شي حاجه كتدل على انها عندها اتصال مباشر، ولكن ابتسام عندها كاين ادله انها عندها اتصال مباشر، حيت ما يمكنش يرفعوا عليها الحاله وهي ما كاينش دليل قاطع كيديها. ابتسام لا، ابتسام تم موجود دليل قاطع لانها كانت من احد الناس اللي كان عندهم المود باس. فهمتي دابا الامور فين واصله، ولكن في المستقبل غتبان شي حاجه اللي غادي تبين ان تا الدنيا ربما عندها اتصال بالامر. الا كان راه غادي يعتقلوها حتى هي، ولكن ملي وجد دليل. دابا انا كنتوقع انهم منين غادي يديروا المقابله ما بين عائشه وصوفيا والاخرى غادي تبان حقائق وتقدر تعترف الاخت بختها. والسي المديمي كان دائما ما بغاش يطلق من هذا الملف، واخا اتهموه ما خلاو ما قالوا فيه، قالوا انه باع الملف، قالوا انه كيرضخل داكشي اللي كيطلبوا منه، قالوا لكن السي المديمي كان دائما مسكين مع هذا الملف، مع الحقوق ديال الضحايا. وبالعكس هو كيقول لهم الناس اللي برا كيقول لهم دخلوا للمغرب وحنا نعاونوكم باش ديروا شكايات، ما تخافوش بحال السيده اللي في كندا تتقول لك انا ما نقدرش نمشي ندير شكايه، هذوك راه يقدروا يوصلوا ليا حتى لهنايا. هما كيقولوا ليها هنا غير دخلي وديري شكايه وحنا غنحميوك، كاين قانون. فهمتي؟ حيت من راسك وجبد الواحد تكون ليك شي دليل شادين ولا شي حاجه غتخاف انك تدخل وينتقموا منك يلوحوك. هادشي اللي واقع. واحد الاضافه اخرى، المديمي راه عارف شنو تيقول، راه محامي وعارف القانون، ما يقدرش يقول شي حاجه ما كايناش. ومنين كيخرج من المحكمه ويقول لك ان الدنيا غرقات بواحد التهم اللي هي تهم كبيره بزاف، راه عارف شنو تيقول، لانه عارف انها تقدر تتابعه، ولكن عنده الدليل ان هادشي اللي كيقولوا راه واقعي. فهمتي؟ كما كان وقع لهم مع شوف تيفي ناضوا دعاوى، ولكن شوف تيفي هضرات سرقت الحقيقه اللي كاينه، عطاتهم الدليل.